جماعة أقسم بالله أنا اتمرمطت واتمسح بيا الأرض. وده تاني فيديو اليومي بعد ما قعدت من الشغل، وفيديو النهاردة مقسوم على يومين. وأنا ليه بقول إن أنا اتمرمطت؟ ده مش مرمطة من البيت خالص، ولكن عشان اكتشفت إن كل اللي بعمله دلوقتي كنت بعمله هو بالإضافة للشغل برا البيت وأنا شغالة. وحاسة إني عايزة أحط نقط كده تبقى ديّة مهم جدًا إن أنا أخلّصها مع نفسي الفترة دي، أهمهم إن أنا واخدة تحدي ليّا إني أكون أهدى الفترة دي، لإنه الفترة اللي فاتت كنت دايمًا عصبية جدًا ولا زلت، بس باحاول أكون أهدى، وده أهم challenge ليّا الفترة دي. أول يوم أنا صحيت حضّرت lunch box ابني ونزّلته وطلعت غيّرت ونزلت أنا كمان، كان عندي مشوار فيه مصلحة حكومية حرفيًا اليوم اتبلع، روّحت الساعة 17:00 بعد مرمطة وتدوير على مدام عفاف اللي دايمًا ما حدش بيلاقيها، روّحت عملت غدا وشكرًا كده على اليوم الأولاني. أتمنى تكونوا ركّزتوا في الفيديو اللي أنا كنت مصوّراه في وسط البلد، أنا من عشاق وسط البلد، وده أكتر حاجة هوّن عليّا مشوار امبارح. تاني يوم بقى واللي هو النهارده أنا عملت نفس الحاجات الصبح، وصحيت نمت وصحيت لحد الساعة 11:00. وأكتر حاجة مضايقاني إني باحس بالذنب لمّا باجي أنام، بالرغم من إنه ده أصلًا كان هدف ليّا إن أنا عاوزة أقعد عشان أنام، بس باحس زي ما يكون في نداهة بتندهني، هو أنتِ إزاي هترتاحي؟ هو أنتِ هتنامي فعلًا؟ طب ما تقومي تعملي كذا أو تخلّصي كذا أو انزلي في مشاوير وراكِ أو باحس بتأنيب ضمير كده اللي هو أنتِ ليه مش سايباني أنام براحتي؟ ولكن حاسة إنه إن شاء الله مع الوقت ممكن الوضع ده يتغير. خلصت الريسبشن زي ما شفتوا، والمطبخ كان محتاج ترويق. أهم حاجة إن أنا فضيت الغسالة وعبيتها تاني وشغلتها، وديت بتلم قلب المطبخ بنسبة كبيرة جدا، ربنا يديمها علينا نعمة ويا رب إن شاء الله تكمل الغسلة وما تتقمصش. بحسها بتيجي في النص كده تقولي هو انتي بتعتمدي عليا؟ طب اهو أنا النهاردة قُلت هاحط وقت معيّن لكل حاجة في الشقة، يعني المطبخ برّه الreception كان أخَد منّي حوالي 10 دقايق، المطبخ أخَد منّي حوالي ساعة، قُلت برضه بقية الشقة هاحط لها كذا، كذا، ولكن أنا خلصت في الآخر برضه الساعة 17:00، ولكن حسّيت إن أنا أنجزت، يعني عملت حاجات أكتر من المَرّة اللي فاتت برضه. ومن أكتر الحاجات اللي فعلًا موتّراني وضاغطاني نفسيًا جدًا اليومين دول، هو مسلسل كارثة طبيعية. يعني مع كامل احترامي وتقديري لفريق العمل كُلّه وللفنان محمد سلام والظروف اللي عاشها وكل الحاجات دي، بس وجهة نظري إنه المسلسل بدل ما بيخرّجنا من ضغوطاتنا، هو مزوّد حِمل علينا، فلأ مش حابة إن أنا أكمّل لحد ما يبقى في كوميديا مش سوداء، يعني ما تعيّشنيش ضغوطات معاك، لإن أنا عايشة ضغوطات أصلًا، وبالنسبة لواحدة مخلّفة من كام سَنة عندها تروما أصلًا من المطبخ. أنا مش عارفة إيه اللي خلّاه يوصل للمرحلة دي، بس هو وقع شوية نشا، فقُلت لأ، ده أنا أجيبه من أوله لآخره بقى، بالرغم إن أنا كنت عاملة يعني الجزء ده كويس من حاجة بسيطة، مش يعني مش بقى لي كتير، ممكن أقل من 3، 4 أيام. وأكتر حاجة باحبها وبتهوّن عليَّ فعلًا الرغاوي، أنا باستخدم حاليًا صابون وفير ده خطير، يعني أنا جرّبت أنواع كتير أوي الفترة اللي فاتت، لدرجة إن أنا كنت باعمل صابون في البيت، بس فعلًا النوع ده تحفة جدًا بنقطتين، وكمان كنت عرفت هاك إن أنا أحط سُكّر على الصابون بيرغي أكتر، فأنا حاليًا ممكن أحط صابون وممكن أحط سُكّر، وممكن كمان باحط معلقة خَل، ديّة بتعقّم الحاجة، أنا سمعت إن هي بتبقى كويسة جدًا، بتمنع إن الصابون يلزق يعني في الليفة، فأنا باستخدمها كتير بتبقى حلوة أوي. بس كده أنا خلّصت كده المطبخ وبقت كل حاجة في مكانها وزي الفل، والأوضة دي أنا قُلت هادّيها نُص ساعة، ولكن أنا عملت شوية حاجات جنبها كده اللي هي الرفايع ديّة، أنا لقيتني خلّصت الأوضة ببقية الشقة الساعة 17:00 المغرب. الأوضة ديّة ما فيهاش عفش، يعتبر هو سرير بس وشاشة، فأنا مهمًا كان باحس مهما كانت الأوضة حالتها يُرثى ليها، بابقى عارفة إنه حاجة بسيطة أوي وهنخلّص. ألعاب بترجع مكانها وبنغيّر الملاية، وهنا باقول لكم إن ده أسوأ طعم أنتم ممكن تشتروه من الماركة دي، وِحِش أوي، 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 فما انصحش حد يجيبه. رجعنا كل حاجة سريعًا زي ما أنتم شايفين مكانها، وغيّرت الملاية وكده خلاص الأوضة بقت زي الفل الحمد لله. بنات كتير باعتة لي بتقول لي خلّي محتواكِ شغلِك، وكتير قالوا لي صوتِك إعلامي وكذا، بس هو الشغل على السوشيال ميديا ما بيدّيش فلوس. أعتقد ديّة في محتويات تانية غير المحتوى اللي أنا باعمله، أنا دوّة حاجة باعملها عشان بتسلّيني وأنا باحبها وباحب إن أنا أشارككم يومي، بس دوّة لا يعتبر عمل يعني.
أنا كنت صاحية مش جعانة أو كنت مستخسرة إن أنا أضيّع الوقت في الأكل، فعملت ساندوتش حلاوة وخيارة. هتقولي هو ده الأكل الصحّي؟ أقول لكم إن أنا من امبارح ونزولي عكيت الدنيا أوي في الأكل، فهنقضّي الدنيا بأي حاجة لحد ميعاد الغدا. شِلت الهدوم بتاعة الشغل وقُلت سيكا روقان، كوباية شاي بالتفاح، وأنا من عشاق الشاي اللي بالأطعمة، وقُلت أخرج أعمل الhair routine بتاعي عشان يومي يبقى كده خلص، هاعمل غدا سريعًا واليوم يبقى تمام كده. وأنا صراحة باستخدم المنتجين دول بقى لي تقريبًا شهر، هُم حلوين بيقللوا التساقط. هل بيتم الإنبات الجديد؟ لحد دلوقتي لأ، بس المفروض إن أنا أستخدمه 3 شهور، فهاكمّل وأرجع لكم. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والfollow وباي باي.